مطربين التسعينات بيتصدروا الترند بعد ما غنوا في السعودية وقالوا عمار يا سعودية بعد حفلة كاس ال90 المقامة في مدينة جدة ضمن فعاليات موسم جدة على مسرح بنش مارك، واللي لأول مرة بتجمع نجوم التسعينات محمد محيي ومحمد الحلو ومصطفى قمر وغيرهم من نجوم زمن التسعينات، وقدموا باقة من أجمل أغانيهم اللي حققت نجاح كبير في التسعينات وبداية الألفينات، وتصدروا الترند بعدها، خاصة النجم محمد الحلو واللي غنى تتر مسلسل زيزينيا، لكن غير في الكلمات وقال عمار يا سعودية بدل عمار يا اسكندرية علشان يرحب بضيوف الحفلة والجمهور، ولكن الناس انتقدته بشكل كبير وأثار جدل كبير باللقطة دي. أما محمد محيي فقدم تحية للجمهور وقال وقفنا على مسارح السعودية العزيزة حلم أجيال قبلنا، ودي مش أول مرة يتعرض الفنانين لانتقادات الجمهور المصري بعد حفلاتهم في مدينة جدة. وقبل كده الجمهور انتقد محمد فؤاد بعد حفلته في جدة لما قال حلم إننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوه قلب كل الوطن العربي، الشعب السعودي هو اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم، بحبكم من كل قلبي، ده أنا ممكن أبطل أغني بعد الاستقبال ده.